عدد المراوح اللي المفروض نشغلها للفراخ في فصل الشتاء بتتحسب ازاي يا دكتور سامح؟ بتتحسب بناء على الحد الادنى للتهويه، يعني بتتحسب على كذا طريقه. هقول لك دلوقتي الطرق. ممكن ناس يقول لك حسب العلف المستهلك، يعني طن العلف المستهلك، يعني الفراخ لو كانت طن يبقى هي محتاجه 7200 متر مكعب في الساعه. الطريقه دي انا مش شايفها مناسبه لانها متغيره. في طريقة تانية، أنا بقول لك بس الطرق للعلم يعني، لكن هقول لك أحلى طريقة وأبسط طريقة دلوقتي. الطريقة التانية إنك تشوف العمر، حسب العمر زي ما هو مكتوب على الشاشة. الأسبوع الأول بيبقى كام متر، الأسبوع التاني الطار بيحتاج كام متر زي ما هو مكتوب على الشاشة كده. الطريقة التالتة حسب حجم العنبر. لكن أنا شايف أبسط وأسهل طريقة هي حسب وزن الفراخ. حسب وزن الفراخ ازاي؟ يعني لو مثلا عندي عنبر 10000 او نخليه 15000، زي ما معظم الناس هنا في الامارات شغالين بعنابر 15000 طائر. لو عندك عنبر 15000 طائر، وزن مثلا كيلو، ف 15 طن. الطن اللحم الحي ده يعني احنا بنقول ال 15000 في كيلو ب 15 طن. طيب ال 15 طن ده، الطن الواحد لحم حي بيحتاج من 1000 ونص ل 2000، خلينا نقول احنا 2000 برضه، نأمن نفسنا شويه. يبقى 2000 متر مكعب في الساعه. فال 15 في 2000 يبقى انا محتاج للعنبر ده في الساعه 30000 متر مكعب كل ساعه. طب يعني كم مروحه يعني؟ ما انت بتشوف بقى قوة مروحتك. لو مروحتك مثلا 120 في 120 مقاسها وجديدة، يبقى قوتها تقريبا 30,000 متر مكعب في الساعة، من 30 ل 35. طيب يبقى أنا كده لو هي جديدة، يبقى أنا كده الحد الأدنى مروحة. يبقى في حد أدنى نهار ليل شغال مروحة للعنبر 15,000 لو الوزن كيلو. طيب لو المروحة دي مستعملة ومستهلكة من سنوات، يبقى أنا قوة المروحة هنا مش هينفع أقول 30 35، لا قوتها كده لازم تنزل ل 25,000. يبقى الحد الأدنى مروحة وربع. يعني إيه ربع؟ يعني أشغل الشفاط التاني بتايمر، مثلا 20 ثانية شغال 40 ثانية واقف، يبقى أنا كده معايا مروحة وربع مثلا. تمام؟ تعال نديك مثال تاني. لو مثلا 15000 طائر، وزن كيلو ونص مثلا، 15 في واحد ونص، يبقى انا وزن الطن اللحم في العنبر ده 22 ونص طن في 2000 متر مكعب في الساعة، هيدوني 45 ألف متر مكعب في الساعة. يعني كم مروحة يا دكتور سامع؟ ما احنا بنقول حسب قوة المروحة اللي عندك. لو اعتبرنا ان المراوح عند حضرتك ما هياش قديمة، مراوح جيدة، يبقى اقول مثلا قوتها 30,000. لو انا محتاج 45 يبقى هعوز مروحة ونص. مروحة ونص دايركت، ما فيش بقى ايه، ما انزلش عن الحد الادنى. لكن لو في كتمة، في ريحة، في رطوبة، اقدر ازود. انت صاحب القرار، انا بديك طريق ما بعتبروش فرض، بنعتبره سنة مش قرآن. انت بس معيار بتقيس عليه ان ده الحد الادنى، ما نزلش عنه. عشان بس ايه، من كتر الناس ما بتحب توفر، بتكتم قوي في الشتاء، فممكن يحصل ايه، كتمة، نقص اكسجين، سوء تحويل، يرجع يخسر اكتر مكان هيخسر في التدفئة. لكن لما يكون عندك علم زي ما بقول لحضرتك كده، وقانون او معيار انت ماشي عليه، فبالتالي بيبقى ايه، انت راجل فاهم انت بتعمل ايه. يبقى انا الحد الادنى ده هوفر بيه عملية التدفئة، لكن مش هضر بيه نفسي في نقص معدل التحويل والكتمة والامراض التنفسية والنفق اللي ممكن يحصل. فاهمني ازاي؟ يبقى نرجع نلخص الكلمتين دول تاني. الحد الادنى للتهوية، افضل طريقة احسبه بالوزن. الطن، الطن يعني ايه؟ الطن يعني 1000 كيلو. يعني الألف، يعني الفرخة كيلو بتعوز 2 متر مكعب. الفرخة اللي وزنها كيلو بتعوز 2 متر مكعب في الساعة. يعني الألف كيلو بيعوزوا كام؟ 2000 متر مكعب في الساعة. فلو عندي 10000 طائر ب 10000 كيلو، يعني 10 طن، والطن بيعوز 2000، يبقى 10 في 2 ب 20000 متر مكعب. وابدا اشوف المروحه اللي عندي مقاسها كام، هل 120 في 120 ولا 90 في 90. هنزل لك على الشاشه دلوقتي كل مروحه ازاي تحسب ايه متوسط المروحه. لو مقاسها 90 في 90 يبقى قوتها كام لو جديده. لكن لو مقاسها 120 في 120 يبقى قوتها كام، ده لو جديده. لو مستعمله تنزل انت ايه ب 20% ولا حاجه من قوتها علشان تبقى حاسب صح.
زي ما شرحت كده في المثال الأول والمثال التاني. وبكده يا شباب نكون وصلنا لطريقة سهلة ومبسطة وعملية في حساب الحد الأدنى للتهوية، اللي هو مجرد معيار لحضرتك بتقيس عليه إنك ما تنزلش عنه علشان ما يحصلش كتمة ومشاكل وأمراض تنفسية، وفي نفس الوقت ما تزودش عنه كتير علشان توفر على نفسك أو على صاحب العنبر التكلفة اللي ممكن تصرفها في عملية التدفئة. أرجو إن تكون الحلقة النهاردة واضحة وسهلة وبسيطة، وإن كان في عند حضرتك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات سؤالك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم، ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.